انتوا كنتوا تقولوا وانتوا فينا سانكيو. انا مش عايز اغلط في الراجل لان الراجل مش خلاص فوق دماغنا. انتوا اللي عملتوا ده، انتوا اللي كنتوا تعلقوا صور لفيريرا في المدرجات وبتشتموا رئيس النادي بتاعكم اللي جاب اللعيبه دي كلها، اللي جاب 14 بطوله في 4-5 سنين، 44 بطوله في مين خدهم اصلا في تاريخ رؤساء النادي ده كله. فاقفوا ورا فريقكم، مالكوش دعوه بيا. انا كل ما اقدر اساعد فيه هعمله. طبعا الحمد لله زي ما قلت العيال اتأيدوا للقائمه الاولى. اوعى تتخانق مع حد عشان حد. هديك مثل صغير، سيد عبد الحفيظ بقاله 4 سنين بيتخانق معانا كلنا. عشان مين؟ عشان محمود الخطيب. في لحظه قال له ايه؟ اتفضل. محدش يتخانق مع حد عشان حد. ان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. وبس يطلع الانفلونزا دي اللي عمال اعرق من قاعد. يا ابن اللذينه بتوعي الخطيب في سيد عبد الحفيظ في جمهور النادي الاهلي. امام عاشور بالتاكيد احد يعني بيدعي الفهم والفهم في الكوره هيشوف ان امام عاشور اهم او من اهم الصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت. لعيب منتخب مصر، لعيب واعد جدا، احسن وافضل لاعب في مركزه في الكره المصريه في التوقيت الحالي. لعيب صغير في السن فلسه قدامه سنين يقدر يديها للنادي الاهلي في حاله التزامه وانضباطه وتمتعه بعقليه احترافيه تقدر تنسجم مع الوضع جوه جدران النادي الاهلي. مهارته محدش يختلف عليها، موهبته محدش يختلف عليها، فبالتاكيد هو صفقه مهمه جدا. بالتاكيد برضو بعد تضارب اقوال كثيره جدا في فترات كثيره جدا انه امام عاشور واصابته والدنيا وحكايته وروايته هيكمل، طب لا الاصابه كبيره، اصابه مش كبيره. انا هقول لحضراتكم دلوقتي الكلام الدقيق. موعد مشاركته مع النادي الاهلي في التدريبات بشكل كامل خلال شهر من النهارده. يعني احنا النهارده 11 اغسطس، ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكلينا عمر 11 سبتمبر امام عاشور هيكون موجود بيجري تدريباته مع الفريق بشكل كامل. طب لا يا هيما انا عايزك تجمد وتنشف كده، ده لسه في فتوح وزيزو هتعيط من دلوقتي بعد امام عاشور.